الراجل ابو سيد يا اختي دايما حابس دمي. تقوليش يا حبيبتي احنا من فوق روس بعض، باكل نايبه بيني وبينه طار. من جمعه قلت له بقول ايه يا ابو سيد؟ يا عيون ابو سيد، عاوزه ازور الست عليا. تزوريها؟ تزوري الست عليا؟ آه. وماله يا بامبا، تقدري تروحي لها في العصاري كده وافوت عليك وانا المغربيه اخدك ونروح. بقول ايه، ما تتاخرش يا ابو سيد. مش هتاخر يا بامبا، بس على الله ما تقعديش انت بقى عند ست عليا تنحلي في فروه اللي تعرفيه واللي ما تعرفوش يا بامبا. اخص عليك اخص، وانا وش ذلك برضو يا ابو سيد. ده انت ذلك نفسه، ولا تقعدي تفشري بالكلام وتفشري زي عوايدك يا بامبا. اهو انت دايما كده ظالمني يا ابو سيد. ويا ريت يا ستي اكون بظلمك، ويا ريت يا بامبا تشرفيني كده وتطولي رقبتي بدل ما انت مخليها قد السمسمه. شايفين يا اخت الراجل، شايفين الراجل وكلامه اللي ما يسرش ابدا. الغرض يا حبيبتي قلت بقى اللي يدقق يتعب، وخدت بعضي وجري على الست عليا. لقيت عندها ست وجيده وست عنايات ام بخاطرها، وبعد اهلا وسهلا وتقطق من هنا وتقطق من هنا قعدنا يا حبيبتي ندردش والكلام يودي ويجيب، وانا يا اختي ماسكه لساني عشان الراجل ابو سيد ما يشمتش فيا. بصيت لقيت لك يا اختي ست وجيده بتتكلم عن ابوها اللي كان مدير مديريه قد الدنيا، والست عنايات بتتكلم يا هي كمان عن ابوها اللي كان عنده ابعاديه. طب يا اختي اقعد بقى انا اسمع كده وما اتكلمش؟ برضو ربنا زي ما خلق لنا ودان علشان نسمع خلقني لسان عشان نتكلم. قلت يا اختي اخد برع انا كمان، وقعدت يا اختي اتكلم عن ماما اللي يوم ما اتجوزت كان جهازها اوله في السيده زينب واخره في المغربلين، وعن عربيه بابا المذهب الكوبيل اللي كان بيجرها ست خيل ويجري قدامها 4 شماشرجيه، وعنها يا اختي واكلت الجو منهم وبقوا كلهم فاتحين بقهم. تقوليش يا اختي انا صعبت الا الست عليا قاعده تبص لي وتحقق وتبحلق فيا. قلت لها جرى ايه يا اختي، مالك بتبحلقي فيا كده ليه؟ مش مصدقاني يعني ولا ايه؟ ابدا يا خالتي بامبا مصدقاكي، بس انا ببص على الفستان اللي انت لابساه. قلت يا اختي اسوق فيها، هي يعني جت على الفستان؟ رحت منفوخه وانا قاعده على الكنبه كده وقلت لها عاجبك يا ست عليا؟ ده وحياتك المتر ب15 جنيه بعد فصال. 15 جنيه؟ ايوه يا اختي اصله مش من هنا اسم الله عليكي، ده ابو سيد الله يستره بعد جابهولي من بلاد بره. لكن ده ايه لكن ايه؟ مش معقول يا خالتي بامبا. مش معقول ازاي بقى؟ وانا يعني هكدب عليكي ولا انا يعني هكدب عليكي؟ اصل انا عندي حته قماش زيه بالظبط. وما كدبتش يا اختي خبر، ولقيتها قامت وجابت حته القماش. سبحان الله الخالق الناطق، هي القماشه بتاعت الفستان اللي انا لابساه. حقيقي يا اختي يخلق من الشبه 40، لكن اقول لكم الحق بقيت في نص هدومي، خصوصا لما قالت لي انا جايبه المتر ب70 قرش بس. لا يا اختي لا، قلت لك انا جايبه المتر ب15 جنيه. صادقه يا خالتي بامبا صادقه. وابو سيد يا اختي اصله شاريهولي من بلاد بره. صادقه يا خالتي بامبا صادقه. وانا يا اختي بقول كده وابص الاقي الراجل ابو سيد داخل. عواف عليكم. قول لهم يا ابو سيد بذمتك انت مش شاري حته القماش دي من بلاد بره؟ بلاد بره؟ بالاماره المتر ب15 جنيه. بره ايه وجوه ايه؟ هو ايه اللي ب 15 جنيه يا بامبا؟ متر القماش يا ابو سيد، انت مش واخد بالك ولا ايه؟ لا واخد بالي قوي، القماش ده جايبه من بلاد جوه مش من بلاد بره. بلاد جوه ايه يا ابو سيد؟ ايوه بلاد جوه يا بامبا. يا سلام، وبلاد جوه ده تطلع ايه بقى يا ابو سيد؟ الموسكي يا بامبا. ها؟ والمتر جايبينه ب75 ساعة. ابو سيد بامبا دي الحقيقه يا بامبا، هو حد هيدفع لنا حاجه؟ وحياتكم ما بقتش عارفه اودي وشي فين، وكل الكلام اللي قعدت ارغي فيه